تعرف قررت؟ ايش قررت واني باش ننظم فيهم قصيده هجائيه من النوع الثقيل. يا رحت انت ثاني ونقطعهم فيها طروف طروف. الراجل تو برك كانوا يهرسوا فيه، هو يقول لي ندور بني ليهم العصيده. انت معصيده معصيده. هكا قلت لك كسيم. هي لا كسيم وباش قطعهم فيه طروف طروف. هكاك دني ليهم قسيم وشنيهم بالصواب. هيا دعنا منهم الان باش تحب نبداو دروس. ناي اسمع سيدي حمي، ناي قبل كل شيء ندورك تقريني القرايات الكليكيه على الجال. ناي وقت اللي كنت انتي بواي ما قرانيش، عاد ناي تو حب نقرا القرايات الكل باش نولي بلدي زي البلديه الكبار هذوك. صدقت يا حضره المرشاد، صحيح يلزم الانسان يتعلم يقرا ويحشي دماغه مليح بالعلم زي ما نحشيو البرد. ايوه هاي اصبر انت شوي الهبيه تو. اصبر شوي. شنو ندور نقرا الدعاء اللي قريتهولي. هيا فيس. يا رب خالقي يا مولاي تفتح دماغي خلى الطب فيه القرايه. يا ربي جا سيدي بو معيزه. يا يسعد ما تتنواش. شنو يا به خرافه ولا لا لا سيدي حاني. آية الهبية. يا به يبدا قلنا الهبيه مليح. واش قلنا؟ اسكت. الهبيه قلنا سابقا الحديث الذي يدور بين شخصين او ثلاثه او اربعه، هالحديث هذا شوف يتسمى نثرا. يبقى قلت الحديث اللي يقولوه اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سكسون. كيف يقولوا ليه انتر. هاي أضيع خشت دماغي. ايوا رد لي بالك. مثلا انت وكيف ناخذوا حديثك وحديثي ونعجلوهم ونخلطوهم مع بعضهم يتسموا نثرا. يبقى كي ندنوا عجينة متاع كلام أيوة. يقولوا ليها انثر. صحيح. بيه وانت توا انت قاعد تقول في النثر. لا لا تبصر عليا. شو نبصر عليك؟ شو الكلام هذا؟ نقول في انثر. اي نعم.